قولولي اسكو راكم تحسوا بنفس الأعراض؟ كاين تعب من نوع آخر، تحسي روحك عيانة ومرهقة حتى وانتي قاعدة ومريحة، تكوني غير وحدك منيرفية ومتدابزة مع روحك، تولي غير تزقي وتعيطي على ولادك، حتى حاجة تافهة وتنوضي معاها توصلي للضرب وتفقدي أعصابك. خطرات تكوني تاني قاسية معاهم ومن بعد تحسي بتأنيب الضمير والتقصير من جهتهم وتندمي. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. كي راكم دايرين البنات؟ نتمنى كاع تكونوا لاباس وبخير وفي صحة جيدة. حبيباتي الغاليات وكي توحشتكم، شكرا على دعمكم وكلامكم الطيب. كيما العادة فيديو جديد ونهار جديد، نبدو ان شاء الله في الروتين تاع نهار اليوم. وصبحت عليكم بالفطيرة يا البنات والتقنته يا شيرات على التقنته. عندي استوار معاها، شوفوا كون ما تكونش عندي تقنته نحس بلي حاجة خاصة في الدار. المهم الشيرات طيبت هذيك الفطيرة، هيا واليوم بنت لي على قهوة حليب انا والمسيو، انا وجاركم. المهم خواتاتي كيما شفتوا رانا مريحين نتقهووا، والصغار سبقت فيهم ديت لهم هذاك الكاطو باش يتقهوا بيه، هما ما يبغوش هاد الصوالح مع الصباح. المهم الشيرات كاين موضوع اليوم. الشباب شنقول لكم الشيرات، لازم تتبع اي درتي تاع نهار اليوم وموضوعي تاع نهار اليوم والفيديو تاعي تاع نهار اليوم يا خياتي ما تراطوش. وغادي ندخلكم معايا للكوزينه، شويه طياب شويه برقوق، ونوري لكم النتيجه نتاع شباح الصفرة كي نزيدوه لطاجين الحلو كيفاش يولي يا البنات. واللي ما شافتش الوصفه تاع شباح الصفرة اقتصادي وبنين والشباب، راني غادي نخلي لكم الفيديو في التعليق المثبت. هذه هي النتيجه تاعهم البنات بعد ما قليتهم وكاع. نديرهم في بورتمونجي، نفرشها بالبابي ونحطها في الكونجيلاتور. الوقت اللي ندير البرقوق نرمي هذوك شباح الصفرة تاعي هيا ويتشربوا لي بهذاك السيرو تاع البرقوق. وشوفوا يا البنات البنه ما عندي ما نقول لكم بنان، وما من الشكل تاعهم يحمر الوجه. المهم حبيباتي نروحوا للموضوع تاع اليوم وانتم راكم معايا. بزاف امهات المهام اليوميه ولات لهم روتين ممل وفقدوا الشغف تاعهم، وحتى الصوالح اللي كانوا يبغوهم ما ولاوش يعجبوهم ويفرحوهم. هذه حالة تتسمى الاحتراق النفسي والعصبي، يجي من كثرة الإرهاق الجسدي والعيا والابريسيون والضغط الكبير اللي راكي عايشته كاع النهار. وين تصرى كي تكوني عايشه في وسط هذاك الضغط الكبير والطويل وهملتي روحك بزاف، حتى تولي عندك الباتري فابل وما تقدريش تخرجي روحك من هذيك الدوامه اللي دخلتي لها بكرعيك. على بها بغيت نهضر على الموضوع باش نوعوا بعضانا ونسطروا على بعض النقاط المهمه وكيفاش نتعاملوا مع هذا الوضع، على خاطرش الامومه والمسؤوليه ماشي سهله. والامومه الواعيه ما تخصش غير الاحتياجات تاع الاطفال والاولاد والدار والروتين والازواج والعائله وناس دارنا، على حساب صحتنا وعلى حساب تعبنا وشقانا. المهم نردو الغاشي الاخرين ونهملوا رواحنا حتى تجي القطره اللي تدفق الكيس. هنايا البنات نرموهم ونخلوهم حتى يتشربوا هذاك السيرو، ما ينتحلوا ما يتشقوا ما والو. المهم البنات بعد ما درت شباح الصفرة تاعي ورحت نوجد البوراك، راهي باينه لافارس، درت فيها بصل، درت فيها بولياشي، درت فيها الفرماج والزيتون. هذه هي. كانت عندي عجينه تاع بيتزا جبتها من الكونجيلاتور وبغيت نديرها واحد الخبيزات البنات تاع الطاجين. نولوا للموضوع تاعنا. قلت لكم البنات كاين بزاف انواع تاع امهات، كاين اللي عندها ولد زوج ثلاثه ما شاء الله حتى الربعه خمسه، وكاين اللي عايشه وحدها، كاين اللي مع ناس دارها، كاين اللي كاريه، اللي خدامه، اللي ماكيته في البيت، كاين اللي عايشه ما خصها والو، كاين اللي خصها كل حاجه. المهم اختلاف كبير في الدخل والميزانيه والبيئه والزمن والمكان، بصح الحاجه الوحيده اللي تربطنا كامل وتجمعنا كامل هي أنه احنا كامل أمهات حملنا وولدنا وربينا ورانا تعبين وعنا مسؤولية كبيرة وعنا نفس المعاناة ونفس الضغوطات النفسية. وأنا شخصيا نحس بكامل هادو الأعراض دي فوا كي نقعدوا بيننا بين رواحنا نهضروا هاد الهداير اللي غادي نقولهم دروك. خاطرات تقولي انا راني في حاله ندير كامل مجهودي باش نكون امي تاليه، بصح نحس دائما باللي مقصره وهذا الشيء واللي لي زعاف ونعيط ونضرب من بعد نحس بتأنيب الضمير. والاخرى تقول انا راني وصلت الاحتراق النفسي والعصبي وكل ما هو سلبي ولا فيا، انا بغيت نقعد مع ولادي وما عنديش لا باسيونس، عييت ولادي معايا، حاسه بالارهاق الجسدي وفاقده طعم الحياه وداخله في دوامه الاكتئاب والتعب. ديفوا نكره روحي ولادي، نزقي عليهم وندعي عليهم وما نقدرش نتحكم في روحي. وصلت لمرحله فقدت الشغف في كل حاجه
وحتى حاجة ما ولات تحفزني. شغلي وليت نديره بالسيف عليا، نستغفر نرتاح شوية وتعاود الحالة ترجع لي وعييت. وهذه تقول عندي قلق كتير وخيبات امل من الجميع، نحب ولادي للجنون ونخاف عليهم فوق اللازم حتى عقدتهم. نحاول نخلق الجو ونكون مريحة في الدار، بصح نتردد وما عنديش الخاطر الواسع، نحس روحي تعبانة من الحياة، نحس بملل في أغلب الأحيان. عندي طموحات بزاف بصح غير النوض من بلاصتي كل شيء يتبخر، ما عنديش الوقت غير نجري مور الشقا وما نلحقش. قاع النهار أنا واقفة مع القضيان ومور القضيان، حتى للدرجة اللي هملت ولادي ولاو يتعاملوا معايا بطريقة غريبة. كيفاش نصحح العلاقة معاهم ونقص شوية من هذاك القلق نتاعي؟ نورمالمون هادو هما الانشغالات والتساؤلات اللي يشغلوا بال كل مرة. بكل صراحة كل راهي بينها بين روحها تهدر هاد الهضرة كامل اللي قلتها أنا يا دروك. المهم حبيبتي أنا نقول لك كامل النساء عندهم فترة صعيبة يمروا بيها، كي شغل المزاج تاعهم يولي ماشي سوا، يحسوا بالإرهاق النفسي، عيانين فشلانين، هذاك المورال طايح، حاجة متفرحهم. السبب الأول هو التكرار، فوتوكوبي راكي عايشة فيه، اللي ديريه اليوم تعاوديه غدوة نفس الشيء. وتاني الروتين الممل والقاتل، يعني ما كانش جديد، نوضي تخدمي الشغل طيبي تاكلي دوري تعاودي ترقدي والغدوة من داك نفس الشيء، حتى تولي روبو، إنسانة جسد بلا روح، تتعبي تشقي ما تبغي حتى حاجة، كارها من روحك، حتى تنسي شوالا معنى الحب وتنسي الأحاسيس وتولي قلاصون، تجري من مور الدار من مور الشقا من مور الولاد وناسيا روحك. لا حبيبتي حبسي، حبي روحك اولا، اتهلي في روحك، بدلي ماكي مشطي لبسي اخرجي عيشي الحياة، اعطي لنفسك حقها، تستاهلي يا اختي، ما تحقريش روحك، طلعي المورال لروحك، خليش روحك تدخلي في دوامة الاكتئاب حتى تحتقري روحك وتدخلي في مرحلة الإهمال الذاتي. والزوج تاني لكن غير مسؤول غادي تتعبي وحدك يا اختي، يحسن عاونك لخاطر يد وحده ما تصفق، لازم يتعاون معاك، ماشي المسؤوليه والتربيه على كتافك والجري والقضيان، هو يعاون غير بالصاشيات والتفاتيف اللي يجيبهم، علميه يعاونك، راكي فاهمه، يد بيد ما فيها والو. من بكري من والدينا وروح عايشين في مجتمع اتكالي وعنا العادات السيئة، زعما ما نكذبوش على رواحنا، يحطوا كل شيء على المرأة، ترفد تربي تولد تقري طيب تنقي، تقلش الراجل تاعه في دارهم، تتحمل هبال العائلة تاعه، تتخاصم تدابز كل شيء وحدها، وكي يجي يلقاها مهدودة وطايحة، يولي يشوف فيها غير كيما هكا بنص عين، زعما دايره مزية كي جاب ديك الشكارة فيها بطاطا وبصل، زعما خدم ايا والحشيه جاب المصروف دار انجاز كبير، ما على بالاش راه صاري في الكواليس. كي تكوني وحدك كي يكونوا ولادك صغار ويتربوا، ولاصة القول اسمعي مليح، المرأة نفس وجسد وتحتاج وتستحق الاهتمام والدعم والتحفيز، وتحتاج السند والمساعدة، تحتاج الطبطبة والحنانة باش تكون سعيدة وتفرحك وتفرح وليداتها، تستاهل باش تفرح وتحس باللي كاين اللي في كتافها، ما تحش باللي راهي تبطعي وحدها وراهي قادرة على شقاها وتتعافى بإذن الله إذا لقات الكلمة طيبة والتشجيع على المواصلة غادي تواصل وتعطي وتمد كحشة عندها بكل حب. لازم كل زوج يرحم الزوجة تاعه ويفقدها ويحن عليها ويساعفها، ما راهيش سهلة المسؤولية. ونصيحتي ليك حبيبتي، البيت سعيد وعائلة ناجحة لازم تبغي روحك وتعطي لنفسك حقها، والأولوية لعمرك لصحتك، وحاولي على روحك، كل شي يفوت وحاجة ما تدوم في الدنيا يا أختي، اربحي راحة بالك وما تشغليش بالك بهم الدنيا، وربي يعين كل مرأة شريفة مكافحة واقفة على دارها وعلى أولادها ويعطيها صحتها. حبيبتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله الموضوع يكون عجبكم وفاتكم، ولازم تدوا الموضوع بعين الاعتبار، طبقوا ماشي غير تسمعوا برك. المهم الشيرات هذه هي السفيرية تاعي ولا شبه الصفرة مع البرقوق، شوفوا تزيين زعما غير تاع خفيفة ظريف بصح شواله تعمر العين. وهذوك الخبيزات كيما شدتهم تاني البنات درتهم بالعجينه تاع البيتزا، حمرتهم بهذيك لافاص اللي كانت بقيت لي تاع البوراك وشويه بوراك، والحمد لله يا ربي على النعمه. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام.